النهارده وصفتي ليكم هتكون اقتصادية جدا قبل شهر رمضان. هتقدروا تعملوها وتخزنوها كمان في الفريزر وتشتغلوا بيها بكل سهولة، وتبطلوا كمان تشتروها من بره خالص. هعمل معاكم الرقاق الطري بكل سهولة في البيت وبدون اي اضافات، وهيتعمل معاكم بالمية ومش هتضيف اللبن، وهعمله لكم طري وجميل. تقدري تعمليه صينية رقاق باللحمة مفرومة، تقدري تاكليه بالجبنة بالعسل، حاجة كده تحفة. ممكن تعمليه كمان سندوتش كمان للأولاد زي الكريب وزي الشاورما. هجيب نص كيلو دي عامله معايا 3 كوبايات، وحسب الكوبايه اللي انت بتعايري بيها. هضيف عليها معلقه ملح صغيره، وهبدا احط عليها كوبايه ميه، بس هنزل بالميه واحده واحده عشان كلنا عارفين ان الميه مش كل الدقيق بياخد كوبايه الميه كلها. انا الدقيق دوت 3 كوبايات اخدوا معايا كوبايه الا ربع ميه، مكملتش الكوبايه خالص. هبدا اعجن بالطريقه دي لغايه لما العجينه بتاعتي تبقى مقاسيه معايا كده. بص اتفضل ربع كوبايه، مش هستخدمه خالص لان العجينه بتاعتي كده بقت تمام. هقلب كده على الرخامه كده، هنزلها وهبدا اشتغل بيها بكل سهوله، وهقعد بقى اعجن فيها لمده 10 دقايق. طبعا انا مش هسيبها ترتاح اول مره، انا هريحها مره واحده وهي في التقطيعه بتاعتها. هقطع كده العجينه بتاعتي كلها لكور، وكل كوره هلفها كده زي يعني تبقى معاكي قد كرة كده البرتقال، يعني برتقانية كده حلوة كده في ايديكي. انت كمان ايديك هتبقى ميزان في العجين. هبدأ كده اكورها بالطريقة دي، ودي اهم خطوة. هحط بقى حبة دقيق كده في الصينية او في اي حاجة عندك او على الرخامة كده، وهبدأ انزل عليها كده بالكور واحدة واحدة، وهرصها عشان عايزة العجينة دي ترتاح معايا لمدة ربع ساعة. طبعا انا زي ما قلت لكم ما ريحتهاش في الاول، بس هريحها لمده ربع ساعه في كل الخطوات بتاعتها. هبدا ارش بقى العجينه بتاعتي دي كده على الرخامه عشان افردها معايا. بعد ما قعدتها وارتاحت معايا ربع ساعه، هبدا افردها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هفرد كده الكوره بحيث ان انا اعملها كده زي الرغيف، بس تكون رقيقه معايا على قد ما اقدر. هقعد هفرد فيها كده زي ما انتوا شايفين، وكمان هي لما ارتاحت بتتفرد معايا بكل سهوله بالمردنه. هفردها كده، وانا قبل ما احطها على البوتاجاز طبعا هكون بقى منفضه الدقيق بتاعها تماما من عليها عشان خاطر اسويها. زي ما انتوا شايفين انا بفردها بتتفرد معايا بكل سهوله. جبت صينيه حطيتها على البوتاجاز سخنتها، وهبدا انزل عليها بالرغيف الاولاني بتاع الرقاق. طبعا اهم خطوه فيها ان انتي ايدك تبقى سريعه كده في الرقاق، وتضغطي عليها كده من فوق عشان خاطر ما تعلاش معاكي. انا بحاول كده افضي الهواء منها، بضغط عليها بالطريقه دي عشان خاطر افضي الهواء، ما تعملش معايا زي رغيف العيش بيبقى قابب كده. لا انا مش عايزه الخطوه دي، انا عايزه زي ما انا اوريكم كده. بصوا اتلدعت معايا عشان خاطر انا كنت معليه النار عليها. طبعا اهم حاجه خطوه، انت اول ما بتسخن معاكي الصينيه وطي بس النار كده، خليها في الوسط عشان خاطر ما تحرقش معاكي العيش بتاعك وانت بتعمليه. طبعا زي ما انتوا شايفين تاني واحده هسويها. بصوا بضغط في كل واحده، ما بين كل واحده والتانيه انا بمسح الصينيه بتاعتي عشان خاطر ما تتلدعش معايا العيش. زي ما انتوا شايفين انا مسحتها بعد الخطوه الاولانيه وحطيت عليها العيش التاني. بصوا هي بتبدا تعمل معايا فقاعات زي ما انتوا شايفين كده، انا بضغط عليها عشان مش عايزاها تعلى معايا. انا بعمل رقاق وعايزاه يطلع معايا كله زي الفل. طبعا زي ما انتوا شايفين انا باخدها كده في الجناب كلها، بسوي الجناب كلها زي ما انتوا شايفين. هبدا كده زي ما انتوا شايفين هقلبها على الناحيه التانية، وطبعا في كل ناحيه بعملها بحاول ادوس من الاطراف عشان تستوى برضو معايا. وهخلص بقى معاكم كل الخطوات ديت وهيطلع معايا. وزي ما انتوا شايفين كده الرقاق طلع معايا جميل وسهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه، طري وجميل جدا. تقدري تعمليه زي ما قلت لك سندوتشات، وتقدري تشتغلي بيه اي حاجه. يلا لايك وشير لو عجبكم الفيديو.